النفل يهيئ المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى والظفر بمحبته، كما جاء في الحديث القدسي الجليل: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للذنوب كالوضوء وصيام رمضان وصيام يوم عرفة وعاشوراء وغيرها، فالمراد به الصغائر، لأن هذه العبادات العظيمة وهي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان تكفر الصغائر دون الكبائر. لذلك فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها في كل وقت، خاصة الأيام الفاضلة كالأشهر من القاهرة. قطوف من حدائق. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الجنة، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. قطرة